سبايس تعد من المخدرات الاصطناعية التي وصلت إلى الأسواق العربية وتحديدا الخليج، وبدأت في الانتشار سريعا منذ عامين تقريبا، ونظرا لسهولة الحصول عليها عبر المواقع الإلكترونية، حيث تباع على شكل بخور أو أعشاب طبيعية، ويتم التسويق لها على أنها طبيعية 100% وليس لها أضرار جانبية ولا يمكن الكشف عنها في الفحوصات التقليدية. وكذلك لأنها لم تكن من المواد المحرمة قانونيا مثل الحشيش القنب، ونظرا أيضا لتأثيره القوي المشابه لتأثير القنبيات، الحشيش فقد انتشر بسرعة البرق بين أوساط الشباب. ما هي مادة سبايس؟ مخدر سبايس يتركب من خلطات عشبية يتم رشها بمركبات كيميائية مناظرة للمركبات الموجودة في الحشيش، ولكن بصورة كيميائية لا يمكن الكشف عنها بالطرق التقليدية، وتعد تلك المركبات ذات فاعلية عالية تفوق نظيرتها الطبيعية، ويتم خلطها بنسب مختلفة حسب المصنع وتضاف إلى المكونات العشبية للمخدر. تأثيرات مخدر سبايس: تسبب مخاطر للمتعاطي تصل إلى تعرضه لحالة جنون مؤقت تتضمن الهذيان والهلوسة والارتباك وتخيل أشياء غير حقيقية والخروج عن تصرفاته الطبيعية، وإصابته بنوبات من التشنجات والقيء وعدم القدرة على تقدير المسافات. كما أن تعاطي هذه المادة يتسبب في أضرار جسيمة لصحة وسلامة الإنسان، حيث تؤدي إلى إتلاف الجهاز العصبي المركزي وخاصة المخ، مما ينتج عنه هبوط حاد في الجهاز التنفسي، وقد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة. مع تحيات المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.